بعد الصراع حول الصحراء الغربية، أحد أطول الصراعات في قارة إفريقيا، يطالب المغرب بسيادته على هذه الصحراء ويعتبرها أرضا مغربية، بينما تطالب جبهة البوليزاريو والتي تشكلت من سكان المنطقة بالاستقلال والانفصال عن المغرب وإعلان جمهوريتها الصحراوية، وتساندها الجزائر في مطالبها ضد المغرب. والمنطقة كانت مستعمرة إسبانية في السابق، ولا تزيد مساحتها عن 252 ألف كيلومتر مربع، وتقع على الساحل الشمالي الغربي لقارة إفريقيا، ويسكنها حوالي 567 ألف نسمة وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي. ويؤكد المغرب أنه يسيطر على 80% من أراضي المنطقة، وأنها جزء من أراضيه، لكنه يوافق على منح السكان حكما ذاتيا على أن تظل تحت السيادة المغربية. لكن جبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر المجاورة للمغرب وللصحراء الغربية أيضا تريد الاستقلال، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991. وتقول الجزائر إن دعمها للبوليزاريو مسألة مبدأ، مثل دعمها لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا من قبل ودعمها للقضية الفلسطينية. بينما يرى بعض المراقبين أن العلاقة بين الجزائر والجبهة باتت تاريخية، كما أن الجبهة أصبحت جزءا من شبكة الحلول الأمنية الجزائرية. وأغلب دول العالم اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأغلب الدول المعروفة عالميا والمتقدمة تعترف بسيادة الصحراء المغربية. وبالأمس هناك خبر جديد وكبير تداول حول العالم، وهو اعتراف الدولة الفرنسية بقيادة إيمانويل ماكرون أنها اعترفت بالصحراء أنها مغربية وليست صحراء جزائرية أو جبهة للبوليزاريو، بل الصحراء مغربية. واليوم خرجت الجزائر في تقرير جديد سوف نشاركه معكم في هذا الفيديو بعد الانترو، لذلك من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد، وتابعوا الفيديو إلى النهاية لتعرفوا ماذا قالته الوزارة الخارجية للجزائر اليوم بعد الانترو. أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية دعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تحت سيادته لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية، بحسب بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس الماضي. وحذرت الخارجية الجزائرية فرنسا من أن قرارها يتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت فرنسا قد أبلغت الجزائر في الأيام الأخيرة بقرارها دعم الخطة المغربية للصحراء الغربية، والتي تطالب جبهة البوليزاريو باستقلالها وإعلان الجمهورية الصحراوية عن أراضيها، وتساند الجزائر الجبهة وتستضيف بعد قيادتها. ولم ترد فرنسا رسميا حتى الآن على بيان الجزائر شديد اللهجة ضد قرارها الأخير. وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها: أخذت الحكومة الجزائرية علما بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. ووصفت الجزائر القرار الفرنسي بأنه لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سليمة لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من 17 عاما. واتهمت الخارجية الجزائرية فرنسا بأنها بهذا القرار تناقض وتعرقل الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها الأمم المتحدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية.
الجزائر فعلا كشعب هو شعب جيد، لكن من يحكمه هم ناس لا يفقهون أي شيء في السياسة، ولا يفقهون في أشياء الدبلوماسية، ولا يعرفون كيف يجعل من دولتهم قوة عظمى حقا كما يدعون فقط بالفم، لكن في التطبيق لا شيء. الجزائر ليس لها لا حلفاء ولا أي شيء، فقط تشتري الأسلحة من دول تعتقد أنها حليفة لها، لكن تلك الدول نعم تبيع لها الأسلحة، وفي نفس الوقت لا تستثمر فيها، بل تستثمر في المغرب وفي الدول المجاورة للمغرب، لكنها لا تستثمر في الجزائر ولا تستثمر في الصحراء التي تقول الجزائر أنها ملكها، لكن في الأصل الصحراء هي ملك للمغاربة وللمغرب منذ قرون. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، أتمنى أن تفهموا القصة كلها ويبحثوا في هذه القضية جيدا حتى تعرفوا الحقيقة. كنتم معنا في فيديو اليوم، كان هذا كل شيء في الفيديو الذي يتمحور حول اعتراف الدولة الفرنسية بسيادة الصحراء المغربية. كان هذا كل شيء في الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة، ودعني أصدقاء، Peace and Love.